اول حاله نشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا برضو فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب فيوتشر، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي مهمه جدا وهو الهدف الاول لفريق فيوتشر. طبعا هنا الهدف ما فيهوش اي تسلل، لكن الاهم من اللعبه ديت ان كان في التحام قبل الهدف. تعال نشوف مع بعض كده اهوت. هنا كان في التحام من لاعب فيوتشر مع لعيب نادي الزمالك. هنا حتى لو الالتحام ده ما فيهوش فاول على لعيب فيوتشر، فهنا القانون بيقول لك طالما في التحام بالراس، ده القانون اللي بيقول مش انا، لازم توقف اللعب. يعني لو لعيب بيشوط الكوره وجت في وش اللاعب او جت في دماغه، الحكم بيوقف الكوره. ده القانون مش كلامي. فهنا كان لازم الحكم يوقف اللعب حتى لو الكوره مش فاول، بس كان لازم يوقف اللعب علشان سلامه اللاعبين. لكن هنا الحكم كمل اللعب وما حسبش فاول، وكمان الهدف اتحسب. لكن في ناس ممكن تقول لك يا عم ما هو قبليها على طول كان في برضه التحام من لاعب الزمالك مع لعيب فيوتشر، ولعيب فيوتشر المره دي هو اللي وقع. انا عارف طبعا، وعشان كده جبت لك اللقطه ديت. برضه هنا كان لازم الحكم يوقف اللعب، لان برضه هنا لعيب فيوتشر كانت الاصابه في الدماغ، وهنا الحكم ما طبقش القانون في لعبتين. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب الزمالك رافع القدم وعامل التحام مع لعيب فيوتشر، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا برضو فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لاعب فيوتشر، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم، وهنا الحكم اداله انذار. طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح بقى للحاله المهمه جدا وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق نادي الزمالك. شوف مع بعض كده هل في التحام ولا لا. اول حاجه هنا مفيش التحام بالقدم، هي ضربه الجزاء في شد بالتيشيرت. بص على تيشيرت لعيب نادي الزمالك هتلاقي لعيب فيوتشر بيشد اللاعب. طبعا هنا استخدام اليد موجود والشد موجود، يبقى ضربه الجزاء سليمه 100%. زي ما احنا ما شايفين مع بعض هنا الشد موجود، وطبعا اكيد الفار راجع اللقطه ديت، وهنا اكد على قرار الحكم. زي ما احنا ما شايفين مع بعض مفيش التحام بالقدم، لكن ضربه الجزاء اتحسبت على شد التيشيرت. طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم.